اليوم انني غادي نتمثل امام القضاء. الحمد لله كنثيق في الصورات اللي كاينه في هذه البلاد والاستقلاليه ديالو. واشرف بن المدن كيمشي يضرب تمارو وكيبحث في المواضيع وفي الملفات، ما كيمشيش يتسنى اونفلوب حتى توصلوا عادي يخرج يهضر. واللي بغى يدعيني مرحبا، انا راه كنقول انا طلبتها اللي غادي يدعيني يمشي يدعيني. انا بعدا كون كنورط دوك الفضائح اللي متورط فيهم انت اللي كتعطيني في اخلاقيات المهنه، ما نقدرش نخرج للزنقه، ما نقدرش نخرج من بعد ما يتشوه ديك الشوهه. حيت انا نهار مشيت للقطر مشيت بجيبي وما كانت عندي حتى شي تذاكير، والناس اللي شافوني تما انا براسي انا نقولها لك اليوم سلت في ماتش ديال البرتغال، والله حتى سلت كليت العصا وتخبيت وتخشيت وتزاحمت مع الناس باش قدرت ندخل من ديك البوابه، غير سالت وقريب بزاف هذاك الوقت، يعني بلا ما نبقاو نحمقوا راسنا ولا وما خايف من حتى شي واحد. ثلاثه ديال الاسئله انا اللي غنجاوبك عليهم، ما تسناش واحد حاط تصويرتي وكاتب لكم تعليق قال اشرف وانا ما قلت والو. يعني انا اللي غادي نجاوبك على ثلاثه ديال هذه الاسئله. اولا الجزء الثاني المتعلق بالبارون المخدرات الحاج بن برايم الملقب بالمالي، والاسماء اللي ذكرنا في الفيديو الاول متعلقه بالشبهات مع هذا الشخص هذا، واسماء اللي باقي ما ذكرناش كاع واش متعلقه ولا ما متعلقاش. فينا هو الجزء الثاني. ثانيا اخلاقيات المهنه والانتقادات. ثالثا غدا كاين افتتاح ديال الدوره التشريعيه، واش كاين شي قانون غيمنع البرلمانيين انهم يدخلوا الجلسه البرلمانيه؟ واش فعلا ما غيجيوش شي برلمانيين اللي اليوم امام القضاء؟ ومنهم بعض الاسماء اللي ذكرنا في الفيديوهات ومازال غنذكرهم بالاسماء في الفيديوهات ويخرجوا عاوتاني شي وحدين يضربوك عاوتاني ويسبوك ويعايروا. وغنبدا بالجزء الثاني اللي متعلق بالبارون المخدرات الحاج بن برايم. فينا هو الجزء الثاني. ثانيا انا ما كنديرش التشويق للمغاربه وما كنتبعش الادسنس، خير دليل ان المشاهدات في القنوات ديالي ضعيفه بزاف مقارنه مع لي باج اللي كيهزوا من عندي. ما عمري قلت تفرجوا فيا ولا بارطاجي ولا دير شي حاجه، ولكن فعلا في هذا الفيديو كنتمنى انك تفرج حتى الاخر، حيت فعلا كان هجوم عليا انا مع ناس اللي اليوم كيشوفوا غير باجات كتنشر شي حوايج كينشرهم شي حوايج حيت كيتعاطف معاهم. انا غنعطيك غير الحقيقه. اولا انا ما كنخاف من حتى شي واحد، الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكنامن بثلاثه ديال الثوابت غنقولها نبقى نعاودها حتى للصباح. الله الوطن الملك لا رابع لهما. الجزء الثاني كاين وغيتحط. علاش ما تحطش في هذا الوقت؟ راه ماشي سسبانس ولا بغيت ندير المغاربه شي حاجه ولا كنتسنى شي واحد يدخل عندي ولا لا، حيت كاين شي مواضيع غنهضر فيهم غيدخلوا في اطار ديال اختصاصات القضاء، غير غتخرج تهضر فيهم ويقول لك لا هادشي باقي موضوع بحث قضائي وهادشي اللي عندك ما كانش خصك تخرج به. يعني مساله وقت وقريب بزاف هذاك الوقت، يعني بلا ما نبقاو نحمقوا راسنا ولا وما خايف من حتى شي واحد. رغم ان راه اليوم كتروج هضره بان اليوم انني غادي نتمثل امام القضاء. الحمد لله كنثيق في الصورات اللي كاينه في هذه البلاد والاستقلاليه ديالهم. وغدا غيعيطوا لي الفرقه الوطنيه ولا تعيط لي النيابه العامه ولا تعيط لي الشرطه القضائيه في مدينتي، انا اليوم غنمشي عندهم ونقول لهم نعم، واللي بغى يدعيني مرحبا. انا راه كنقول انا طلبتها اللي غادي يدعيني يمشي يدعيني. حيت الفيديو الاول من بعد ما خرجت ديك الجريده اللي ما قدرت واحد يهضر معاها راه خرجت وهضرت وما زودتش الاسماء حيت ما كان في يدي والو. اليوم في يدي. الفيديو الاول خرجت بالوثيقه اللي انا كنقول عليها، والفيديو الثاني غنخرج بوثائق وكاع لا اقتضى الحال نخرج حتى بالتسجيل اللي عندي، ما عنديش مشكل. وانا نعاود نقولها لك، الفريق اللي هضرت عليه هو كبير بزاف من انني نوقف حدا ولا نهضر عليه. راه ما نحتاجش انا نقول لكم الغيره ديالي على ذاك الفريق ولا الانتظارات ديالي منكم تجاه الدعم من ذاك الفريق ما كبيره بزاف. راه من لعيب العار واحد خارج هنا سبونسوري كيتدرج مور ذاك الفريق اللي اكبر بكثير، ومازال كنقول النوبه الاولى والثانيه والثالثه ماشي خوفا، حيت فعلا ذاك الفريق يحترم. ومن لعيب العار انني نشوف واحد كي وسط منه كتمارس شي اشياء وعدنا عليها وندرقوها بالشمس بالغربال. ثانيا باش ندوز هذا الفيديو الجزء الثاني كاين وغيتحط على المغاربه وغنوضح المغاربه حيت لا شيء يرعبني. اولا هذيك البطاقه ديال الصحافه اللي انا كنحمل، لانني اليوم امام الناس اللي كنتوقع انهم ما يخفوش جنبي، ما يخفوش وقفوا في الواقع، غير يدعيوا انني انا شبه صحفي وانني ادعي انني انتمي لمجال الصحافه. شوف انا نقول لك شي ناس في الزنقه يوقفوك كيعطيوني مثلا شي رومارك على شي اشياء خاصك تنبط راسي بحالك ونتصنت لهم، حيت فعلا كيتصنت لك وكيعطيك. واشرف بن المدن كيمشي يضرب تمارو وكيبحث في المواضيع وفي الملفات، ما كيمشيش يتسنى اونفلوب حتى توصلوا عادي يخرج يهضر. وما غاديش نتسنى واحد يعطيني اخلاقيات المهنه. اليوم هما السكرينات ديالو كيوصلوني من الصباح انا كاع ما كنعرفو، بالنسبه لي نكره كيعطيني اليوم فيديو في اخلاقيات المهنه. هو ناس اللي بعت لهم تذاكر ب 15400 هما اليوم موضوع ديال الناس يصيفطوا لي تيقول يا اخي اشرف عندنا ما يثبت ان الشخص باع لنا التذاكر وبلاش على ذوك الاشخاص ما يثبت عندهم. تمثلتي امام الفرقه الوطنيه في موضوع بيع التذاكر وشوهتك شوهه بجميع المواقع اللي كتمشي لهم. الحمد لله اشرف نهار بغاو يشوهوا جبدوا لي اشياء ديال ليسي، جبدوا لي اشياء قديمه ديال انه واقف مع بنت مصور مع بنت مصور معاه جبدتوها. انا بعدا كون كنت مورط في دوك الفضائح اللي متورط فيهم انت اللي كتعطيني في اخلاقيات المهنه اللي كتجمعني معاك ديك المهنه، واخا انا ما عمري طلبت من الناس يتفرجوا فيا ولا طلبت من الناس انني نمارس عليهم شي حاجه، ما نقدرش نخرج للزنقه، ما نقدرش نخرج من بعد ما يتشوه ديك الشوهه. وموضوع ديال التذاكر وموضوع ديال الاخر موضوع كارثه كبر، وغنرجعوا ليه نهضروا فيه ونناقشوه وغنجبدوا فيه تا هو الاسماء، وديك الساعه انت سير دعينا وحرض علينا.
حيت انا نهار مشيت لقطر مشيت بجيبي وما كانت عندي حتى شي تذاكر، والناس اللي شافوني تما انا براسي انا نقولها لك اليوم سلت في ماتش ديال البرتغال، والله حتى سلت كليت العصا وتخبيت وتخشيت وتزاحمت مع الناس باش قدرت ندخل من ديك البوابه غير سالت، حيت فعلا كانوا عندي التذاكر ما كانش عندي ديال البرتغال، كانت عندي ديت معايا ديال كندا وديال الاخرى وديت معايا الاولى ديال كرواتيا والبرتغال ما كانتش عندي، وتزاحمت تقاتلت باش دخلت سالت كنقولها. ولكن بشرفي الحمد لله بعزت نفسي، وعنده شي واحد الدليل ان انا كنت متورط في شي حاجه يجي يقولها. نتوما اللي كنتوا واكلين الخبز وكتبيعوا في التذاكر 15400 باش بعتي تذكيره، ومولا اللي بعتيها ليه هو مصيفط لي على الصباح ميساجات على الصباح، هو كيعيط لي يصيفط لك ميساجات. هذا من جانب، وغنسدوا هذا القوس. غدا الافتتاح ديال الدوره الخريفيه واللي غيتجمعوا فيه البرلمانيين ديال مجلس النواب والمستشارين بجوجهم. واش غيجيو البرلمانيين والمسؤولين اللي متعلقين بقضايا الفساد واللي اليوم كيتمثلوا امام الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه والنيابه العامه في مجموعه ديال التهم من اختلاسات المال العام وتدبير المال العام، ولا ما غيجيوش؟ واش كاين شي قانون غيمنعهم انهم ما يجوش للبرلمان؟ اول شيء كاع البرلمانيين في المغرب اليوم وصلهم ميساج في التليفون ديالهم من عندك الميساج ديك البرلمان ان غدا يجيو مثلا لابسين جلباب كذا 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 وبالمواصفات ديال البروتوكول ديال الافتتاح ديال الدوره التشريعيه الدوره الخريفيه جايين، يعني كلشي وصلهم بدون استثناء. القانون واش كاين؟ ما كاينش. النظام الداخلي واش تيعطي لمجلس النواب ان تمنع البرلمانيين المتعلقين بالفساد ما يجيوش؟ ما كاينش في النظام الداخلي وما كاينش في القانون. يعني كنتمناو يكون هذه المساله هذه غير هو اخلاقيا. انا اليوم درت تماره الشريف اللي كيخدموا بلي زونفلوب ويعطيهم الناس، راه اليوم غير التعاليق عندك قريتهم حشمت ديال ان الناس يقول لك واش انت وليتي كتدافع على فلان، راه من لعيب العار ان الانسان يتخبى مور واحد الهرم من الاهرامات ديال الانديه الوطنيه ويدل المغاربه، ومن لعيب العار هو ان واحد كيعطي الاشراف بالمدن سبونسوري بتصاوروا وكيهدد عليه المغاربه بتصاوروا ويعاود يحط تصويره ديال واحد الشخص اخر وسبونسوري حتى هي. هنا راه كيبان التعاطف ديال المغاربه اللي مجاني واللي ما طلبتوش منه، وكيبان من واحد الشخص اللي باغي يشوهك وباغي يحرض عليك الناس بسبونسوري كيبان. غنرجع للموضوع ديال الافتتاح ديال الدوره التشريعيه. اتصلت بمجموعه ديال رؤساء الفروع، كاين اللي كيقول لي خير الامين العام اللي مسؤول على هذيك المساله وما عرفتش واش اتصل بدوك الناس ولا ما اتصلش، وكاين اللي كيقول لي اخي اشرف انا خديت المبادره وفعلا اتصلت بالناس المتعلقين بقضايا ديال الفساد وقلت لهم اخلاقيا ما تجيوش، وفعلا قالوا لي ما غنجيوش. يعني كاين شي اسماء ما غتجيش غدا الافتتاح ديال الدوره، وكاين شي اسماء بوجه احمر غتجي. وانا نقول لك علاش غتجي، انا نقول لك علاش دوك الفاسدين دوك المسؤولين دوك البرلمانيين الفاسدين غدا غيحضروا للبرلمان باش يبينوا للمغاربه ويبينوا لكم نتوما انهم راه ما تابعهمش ما عندهمش المتابعه، وانا جنمت كاع داكشي اللي كيقولوا في المواقع وكذا، حيت فعلا ما كاينش قانون اللي غيمنعهم ما يدخلوش للبرلمان. وثانيا انا نقولها لكم ميساج من هذا اشرف بالمدن وخلاه يساوي شيء اشرف بالمدن امام بعض الناس اللي يقدروا يتصلوا بكم ويقولوا لكم ما تجيوش لصالحكم ما تجيوش، حيت من لعبوا العار غدا السبت نشوفوا تصاور كتنشر في مواقع المعاديه للمغرب واللي كتسميونا ان كينشروا تصاوركم متعلقين بالفساد وجالسين في دوك التصويره. كنتمنى ما تجيوش، انا كنقولها انا كنتمنى طالب مني كنتمنى ما تجيوش، حيت من لعبوا العار تحضروا. اما اخلاقيا راه ما خصهمش تحضروا، اما قانونيا راه عندكم حق تحضروا، ولكن انا عارف ان كاين شي واحد فيكم وجههم قاصح وغايحضر غيبغي يبان باش يبين للمغاربه ويسوق لهم انه راه ما متابعش قضائيا وانه ما كيتمثلش امام الفرقه الوطنيه ولا النيابه العامه، وغايجي بوجه احمر وغايحضر الجلسه واللي الحديث باقي وغنهضروا. كذلك شوف من لعبوا العار ان واحد الشخص اليوم راه كان في العداله والتنميه ومشى للاحرار في المناقشه ديال التقرير المالي ديال الميزانيه اللي غتصرف عليكم نتوما المغاربه، جاي كيناقشها واحد كيناقشها وناض تروينه في البرلمان ندابزه في اللجنه امام رئيس اللجنه الماليه ناض تروينه. علاش؟ حيت واحد جاي كيناقش معاهم الميزانيه الماليه كان في العداله والتنميه ومشى للاحرار كيتخبى مور القضايا ديال الاخر. اليوم كيتمثل امام المحكمه في مدينه مراكش ديال محاكم الاموال بسرقه 4 ديال المليار، اختلاس 4 ديال المليار، اهدار 4 ديال المليار من الكوب 22. اليوم امام القضاء اللي البارح ديك النهار جاي كيناقش الميزانيه وناض تلوينه ما بينه وبين سميتو رشيد الحموني رئيس الفريق ديال التقدم والاشتراكيه في البرلمان، وهو السكرينات ديال المواقع اللي تقدروا تدخلوا تشوفوا هذا الخبر هذا باش تقراوه كامل. الروينه اللي ناضت ديال ما بين داك الشخص وما بين رشيد الحموني ديال تيقول ليه مثلا انت عندك اختلاسات امام وجاي اليوم كتناقش الميزانيه ديال المغاربه، حيت من لعب العار خصنا نديروا قطيعه مع هادشي، وهذا وقت العمل والخدمه. على قولة الله اكبر غنحبس هذا الفيديو.